ما هي أعراض الخرف الجبهي؟ الفص الجبهي يقع في مقدمة الدماغ، وإذا كان لدى شخص ما خرف جبهي فإن أحد الأعراض هو عدم التثبيت، لذلك لا يعرفون ما الذي يجب لا يفعلوه أمام الآخرين. لذلك قد تجد شخصا كما تعلم يتبول في الأماكن العامة، أو يرتدي ملابس غير لائقة، وأحيانا يضحك بدون سبب، أو يبتسم بدون سبب، ثم ينيلون أيضا إلى الظهور بمظهر أكثر أنانية. لذلك قد يكونون كما تعلم أكثر اهتماما بأنشطتهم الخاصة وليس بالآخرين. والشيء الثاني هو قد يكون لديهم نقص في التحكم البولي، لذلك قد يعانون من سلس البول، وأحيانا يكون الفص الجبهي أيضا متورطا في الكلام، لذلك قد يعانون من خلل في اللغة، ربما صعوبة في التحدث وصعوبة في الفهم. إذا لاحظت أي من هذه الأعراض في أحد أفراد عائلتك، يرجى استشارة طبيب أعصاب، لأنه من خلال التقييم المناسب مثل على سبيل المثال فحص الدماغ والاختبارات الأخرى يمكننا إجراء تشخيص كامل، ومن ثم يمكن تقديم العلاج.